تروبيكانا فروتس يغمرك بالمرح ومتعة المذاق اللذيذ. تروبيكانا فروتس ألذ لقاء بين الفيء. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شكرا للمعلق الزميل سوار الذهب الذي علق على هذه المباراه. تعادل بهدف لكل فريق، المريخ يخطف نقطه والهلال ايضا يخطف نقطه من هذه المباراه. قمه وكلاسيكو كان كبير، استطاع الفريقين ان يتعادلا بهدف لكل فريق. الاهداف نذكر بهم من جديد. الهدف الاول جاء في الدقيقه 48 اي في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع لشوط المباراه الاول عن طريق اللاعب كلاتشي، ليتقدم المريخ في الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء. ومع اول دقائق الشوط الثاني يستطيع اللاعب سادومبا أن يضع الهدف الأول وهدف التعادل لفريق الهلال، ليتعادل الفريقين في هذه القمة بهدف لكل فريق، ويحصل كل فريق على نقطة في مشوار دوري الكونفدرالية أو دوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية. نعود مشاهدينا بالتحليل لأحداث شوط المباراة الثاني إلى محللينا كابتن زكريا ناصف، كابتن مولود مذكر، كابتن رشيد المهدية. كابتن زكريا، سيناريو أحداث شوط المباراة الأول تقريبا هو نفس نهاية أحداث الشوط الثاني، عفوا هو نفس نهاية أحداث الشوط الأول. تأمين دفاع من جانب المريخ واستحواذ على الكرة من جانب الهلال ولكن بدون فعالية. أولا لماذا هذا الاستحواذ من فريق الهلال بدون فعالية؟ وهل يا ترى التأمين الدفاعي كان محقا فيه ريكاردو عندما أمن النواحي الدفاعية من جانب التغييرات في الشوط الثاني لفريق المريخ؟ الحقيقة ديربي بيدينا درس في كرة القدم في كيفية اللعب ب10 لاعبين، وازاي الفريق بيقدر ان هو يحقق الحفاظ على الفوز اولا ثم التعادل، وبالتالي قدر ان هو ما يتغلبش. الدرس ده ورانا قيمة الروح القتالية للاعبين وهم ناقصين في الاداء الدفاعي. كل التقدير لمدافعي المريخ ان هم قدروا يحافظوا رغم الهدف المبكر لسادومبا، والا لو ما كانش الجول ده جه الهلال ما كانش هيسجل، لأن الهلال الحقيقة النهاردة أداؤه الهجومي مختلف تماما عن أداؤه في المباريات السابقة. بيفتقد إلى التركيز، يفتقد إلى الفاعلية، يفتقد إلى خلق الفرص. قدر المريخ إن هو يصمد مع ليما بقيادة ليما البرازيلي اللي قاد بعض الهجمات المرتدة أيضا، ويحسب للمريخ إن هو ناقص. قدر ان هو في خلال الشوط الثاني انه يقود بعض الهجمات، وكان ليه فرصتين، واحده منهم انفراد كان ممكن تبقى هدف، واحده منهم كره هجمه مرتده كان ممكن تبقى هدف وتصعب على الهلال الوضع. لكن الهلال الحقيقه ما عندوش طوال 45 دقيقه غير فرصتين، فرصه جاب منها جول بتاعه سادومبا، الحماس كان في البدايه فقط، وفرصه ثانيه انفراد لساني حطها بعيد خالص، ودي طبعا ضيعها بغرابه. ولكن يتبقى كل التحية للاعبي المريخ ان هم ناقصين، كانوا كسبانين لكن اتعادلوا، وقدروا يحافظوا في السباق على دوري المجموعة ان هم يحصلوا على نقطة من الهلال. اعتقد الهلال هو اللي فرط في الفوز، لانه كان يستطيع اذا لعب بروح قتالية عالية باصرار بتركيز في الفرص، حتى الضربات الثابتة الهلال النهارده ما قدرش يستفيد بيها. واحدة في الشوط الاول كان ممكن تبقى هدف، واحدة في الشوط الثاني كان ممكن تبقى هدف، ولكن الهلال فقد كل عناصر الأسلحة الهجومية اللي كان ممكن يحقق بيها رغم التغييرات اللي اتعملت في الشوط الثاني من خلال تغيير المدافعين اللي على الأطراف في محاولة لخلق فرص. لكن إصرار لاعبي المريخ على الحفاظ على النتيجة 1-1، قدروا خلال أكثر من 45 دقيقة بعد الهدف على طول إن هم يحافظوا على التعادل وياخدوا نقطة في تاني مباراة في المجموعة بتاعتنا. تمام كابتن، يعني مولود إذا تحدثنا، يعني أنا أترك الحديث لفريق الهلال ولماذا لم يكن هناك فعالية كما تحدث كابتن زكريا وكان الفوز في متناوله، لكن أضع لك سؤال عن المدربين. من تفوق من وجهة نظرك على من تكتيكيا؟ جارزيتو المدير الفني لفريق الهلال أم ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ؟ بالفعل فريق المريخ استطاع أن يقوم بشوط ثاني ممتاز جدا،
المدرب ريكاردو استطاع ان من ناحيه التنظيم الدفاعي الجيد والتغطيه الجيده، خصوصا من اللاعب ليما اللاعب باسكال اللي قاموا بدور تغطيه على الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. الدور الذي قام به احمد الباشا على مستوى وسط الملعب الذي كان يحول دائما الكرات من وسط الملعب الى هجمات مرتده. يعني التنظيم الجيد بالنسبه لخط الدفاع او بالنسبه لخط الوسط بالنسبه لفريق المريخ كان ممتاز جدا، هو اللي قلص من خطوره فريق الهلال اللي بصراحه في الشوط الثاني لم يكن يعني كنا ننتظر منه يعني يقوم بشوط افضل واحسن خصوصا على مستوى خط الهجوم. كنا كننتظر ان اللياقه البدنيه ممكن تكون مؤثره على لاعبين فريق المريخ، لكن العكس اللي وقع باستثناء 10 دقائق الاخيره ممكن ان استطاع ان فريق الهلال انه يستحوذ على الكره بشكل جيد، لكن الاداء والتنظيم الدفاعي الجيد لفريق المريخ هو اللي كان افضل، هو اللي ممكن فرض التعادل على فريق الهلال رغم النقص العددي. لكن بصفه عامه ممكن ان فريق المريخ اليوم قام مباراه جيده على جميع المستويات خصوصا الدفاعيه، استطاع انه يخلق تقريبا 3 فرص ممكن في الشوط الثاني، كان ممكن انه يحرج فريق الهلال اذا لو تم تسجيل الهدف الثاني. اذا الكلمه كابتن يعني في رايك ان ريكاردو هو من تفوق على جائزته في هذه المباراه؟ بالفعل تفوق على خصوصا في الشوط الثاني. تمام كابتن. اذا مشاهدينا الكرام قبل ان نصل الى الحديث عن فريق الهلال ولماذا لم يتفوق فنيا او لم يكن هناك الفاعليه في الاداء، نذهب اولا صوب ملعب المباراه فملعب الهلال في مدينه ام درمان. ينضم الينا مراسل الجزيره الرياضيه الزميل سامر العمرابي. سامر، نريدك ان تطلعنا على اجواء ما بعد هذا اللقاء وما هي انطباعات اللاعبين بعد هذه المقابله. نعم أحمد، في الحقيقة كما توقعنا قبل المباراة جاءت المباراة مشحونة طبعا بالتوتر. بعد المباراة يعني أيضا الملعب شهد أحداث يمكن أن نقول أنها غير رياضية، محاولات اعتداء على حكم المباراة، مشادات وملاسنات ما بين الجهازين الفنيين للفريقين وبعض اللاعبين. هذه كلها أمور يعني كانت خارج الملعب. اعتداءات من من يا سامر؟ الملعب مشحون كما قلنا، وبالتالي انقطع يعني كل هذا الامر يعني انعكس على اللاعبين في داخل الملعب. عموما معي الان الكابتن المعز محجوب حارس مرمى الهلال. معز، انتهت القمه ولكن صاحبتها يعني احداث مثيره، ما هو تعليقكم عليها كلاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء بحيي الأمة السودانية عامة بحلول عيد الفطر المبارك، أعاذ الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. المباراة لولا الإعلام الزايد الذي شحن لاعبي الفريقين وإداري الفريقين لكانت مباراة جميلة بين الهلال والمريخ، قمة أفريقية. كنا نتمنى أنها تكون قمة أفريقية بحق وحقيقي من أداء ومن من 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 من, من جمهور، لكن الجمهور للاسف الواحد جمهور سوداني ونحن سودانيين كلنا خرب يعني ادى طابع سيء للكوره. ما كنا نتوقع كده، كنا نتوقع انه التيمين ادوا كوره جميله جدا تليق بمستوى الكوره السودانيه لكي نعكس مستوى مشرف للكوره السودانيه في الخارج. لكن الظروف شاءت انه قدرنا الكوره تكون تنتهي درون وتكون يعني مصحوبه بهذه الاحداث. ونتاسف للشيء اللي حصل ده، ما كنا نتوقع انه يحصل، لكن قدر الله ما شاء فعل. ونحن راضيين كلاعيبه عن النتيجه، مع انه كنا في امنياتنا انه نحقق 3 نقاط، لكن ربنا ما رايد لنا والكوره ربنا رايد انها تنتهي درون. وشكرا جزيلا لكم. طيب معز، معنا سؤال من الاستديو ستبقى معنا، تفضل احمد. زميل سامر، يعني انت قلت في البدايه ان هناك اعتداء على الحكم، من الاعتداء؟ هل من الجماهير؟ هل من اللاعبين؟ ومن من يعني؟ هناك عفوا احمد، حتى نكون واضحين ونكون دقيقين، هناك محاولات اعتداء كانت على الحكم، ولكن الحكم خرج بسلام الى غرف الحكام. ولكن في داخل الملعب بعد ذلك حصلت بعض المشادات ما بين لاعب المريخ الحارس عصام الحضري وبعض لاعبي الهلال. لم نرى بصوره واضحه ماذا حدث بالضبط في داخل الملعب، ولكن لاحظنا تواجد كثيف للقوات الامنيه في داخل الملعب، محاوله الفصل ما بين اللاعبين. معز، انت كنت قريب، يعني ماذا حدث بالضبط اذا ممكن؟ لا يا اخي، انا بالضبط ما كنت قريب. انا كنت مع اخواني اللاعبين في المريخ، يعني في نص الملعب كنا بنهني ببعضنا. فمن الجهه الثانيه قال كان في الحضري، يعني الله اعلم، ما زي ما اقولوا ما اخذ في حق الراجل. فحسب الاقوال اللي جات من اللاعبين انه كان في يعني حديث بينه وبين
الجهاز الفني بتاعنا، لكن انا ما اقدر اجزم انه حصل شنو. في النهايه حتى لو حصل شيء دي اجواء بتاعت مباريات، سخونه بتاعت نفس بتاع لاعب عادي، والحضري لاعب كبير، وحتى لو حصل شيء يعني انا من ناس الهلال يعني بقول للحضري يا اخي احنا اسفين لو حصل مننا حاجه، ولو حصل منه شيء برضه بتاثر في ناس الهلال، لانه هو في النهايه زميلي واخوي يعني. شكرا المعز. روح رياضيه كبيره من المعز محجوب، هو حارس المنتخب السوداني الاساسي ايضا. المعز لاعب كبير وقيمه كبيره في الكره السودانيه. احمد، ايضا دعني اقول ان الانفعال الذي حدث في الملعب بعد المباراه ايضا يعني جعل الحصول على لاعب او اداري او مدرب من المريخ من الجانب الاخر امر صعب جدا، بعد ان تم ادخال اللاعبين والجهاز الفني عبر الممر الخاص بهم الى غرف الملابس واغلق الباب تماما. لم يستطع الفريق الجزيره في الملعب الحصول على اي لاعب او مدرب من الجهاز الفني للمريخ. ولكن دعني اقول بان فعلا ما حدث في هذه المباراه من توتر يعود بالدرجه الاولى الى الاعلام، يعود بالدرجه الاولى الى الجمهور الذي اثر عليه هذا الاعلام من خلال ما كتب في الايام الماضيه، ومن خلال المشادات والملاسنات التي حدثت في الاجتماع الفني والاتهامات المتبادله حول حكم المباراه، الخلاف ما بين بعض اعضاء مجلس المريخ وبعض اعضاء اتحاد الكره في السودان. هي خلافات يعني كانت حول حساسيه هذه المباريات، حول بعض الاجراءات التنظيميه في هذه المباراه. ولكن اعتقد بان الامور يمكن ان تعود الى طبيعتها في اليومين القادمين، خاصه ان العيد الان على الابواب بالطبع، وستغيب الصحف عن الصدور، وبالتالي يمكن ان تهدأ النفوس ويعود الجميع الى الحاله الطبيعيه، وبالتالي يمكن ان يتفرغ الفريقان الهلال والمريخ الى مقبل المباريات. زميل سامر المرابي، شكرا جزيلا لك على هذا التقرير، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة أبو درمان ومن ملعب اللقاء. إذن مشاهدينا الكرام، نتواصل حول لماذا لم يكن الهلال ولاعبي الهلال في الحالة الفنية العالية ولم يستغل النقص العددي في صفوف المريخ، ولماذا لم يحقق ال3 نقاط. كل هذا سنتعرف عليه ولكن بعد الفاصل. وأخيرا بطعم الشعير الأصلي باريوكلا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كنا قبل الفاصل طرحنا سؤال، وهو لماذا لم يتفوق الهلال رغم النقص العددي لفريق المريخ؟ كابتن زكريا والكابتن مولود كابتن رشيد تحدث في هذه النقطة، قال أن المريخ استحق النقطة وكان أداؤه جيد، ولكن كانت الفرصة متاحة لفريق الهلال ولاعبي الهلال أن يحقق ال3 نقاط، ولكن ليست أو عندهم الجدية في الأداء. لماذا؟ ولماذا نقصت الجدية رغم أن أول دقيقتين أو أول دقيقة في الشوط الأول يعني بدأ الهلال بشكل رائع واستطاع إدراك التعادل؟ وشوف في كرة القدم طبعا في عوامل كثيرة بتساعد في انك تلعب بشكل كويس وتحرز نتيجة ايجابية. من اهم العوامل طبعا العامل الذهني يلعب دور كبير جدا. اعتقد انه المريخ بعد طرد اللاعب كلك وثورة الجماهير بعض الاحيان هذه تلعب جانب سلبي. اللي حصل انه اعتقد انه ما بين الشوطين حصل حديث جيد جدا من الجهاز الفني او سواء من المسؤولين للاعبي المريخ اللي نزلوا الشوط الثاني لعبوا بثقه، فكانوا اكثر انضباطا من الناحيه التكتيكيه. يعني المريخ اليوم تفوق على الهلال تكتيكيا. الهلال صحيح عنده استحواذ، يعني كان اتفقنا ان ريكاردو افضل اليوم من جرزيتو في ادارته للمباراه بالتاكيد، لانه جرزيتو صحيح انه وضع التشكيله ولعب مع المريخ بحكم انه نتائجه في المباراه السابقه. الهلال حتى الان لم يخسر، حتى هذه المباراه طبعا لم يخسرها، يعني يطلع بنتائج ايجابيه يمكن تعادل او تعادلين، لكن في نهايه الامر مثل هذه المباراه فريق يلعب معك اكثر من 60 دقيقه ب9 لاعبين وعلى ملعبك، وهو اكثر يعني كان ثوره وعدم استقرار من ناحيه ذهنيه، كان لابد ان يحرز بعد الهدف
اللي انت ذكرته في بدايه الشوط الثاني، هدف ثاني اللي يامن هذا المباراه يكسب هذه المباراه. في رايي الشخصي انه المريخ لاعب من ناحيه دفاعيه وانضباط تكتيكي دفاعي جيد جدا. اللاعب ليما اليوم ظهر بشكل جيد، احنا شفنا بعض المباريات عمل مباراه يلعب على الناحيه اليسرى. شفنا باسكال كمل بشكل كويس. نجم الدين ايضا عندما انضم الى قلب الدفاع وادخلوا اللاعب احمد عبد الله اللاعب الناحيه اليمنى، اعتقد المريخ ركز على الدفاع بعد اخراج اللاعب سكواها وكان اكثر استحواذا، لانه لعيب الباشا لعيب جيد جدا. سعيد السعودي اصلا مدافع، فبالتالي المريخ شكله الدفاعي كان جيد، وانطلاقاته الهجوميه ابتدت تظهر لانه ابتدى ياخذ ثقه في عدم غياب تحركات لاعبي الهلال، لانه كل اللاعب ابراهيم الساني واللاعب سادومبا وكاريكا كلهم عايزين يجيبوا اهداف وكلهم عايزين يلعبوا العمق، ما عدا كاريكا بعض الاحيان ينزل، فكانت هناك في فراغ من الناحيه اليسرى. يعني شفنا اللاعب مصعب في الشوط الثاني تحرك اكثر من مره من ناحيه هجوميه، لم يقابله اي لاعب من مهاجمي الهلال سواء كان سادومبا او ساني او كاريكا، بدل 3 مهاجمين، فانت كيف تلعب ب3 مهاجمين ولا يؤدوا الواجب الدفاعي عند فقدان فريق للكره؟ كانت مشكله كبيره بالنسبه للهلال، وضغط كبير على وسط الملعب، ايضا ضغط على الدفاع لانه الهلال يلعب ب3 مدافعين فقط، يلعب بسيف مساوي وكان طبعا على الدين يوسف وبويا، وتم طبعا تغيير اللاعب بويا وتغيير اللاعب ادخال لاعب يوسف محمد مكان لاعب على الدين يوسف. معنى ذلك انه المريخ تكتيكيا كان افضل، ذهنيا المريخ الشيطاني كان افضل، صحيح انه بدا المباراه متحمس حتى في اخر ربع ساعه المريخ كابتن كان يعني ضغط وبدا يدخل في المباراه، لو كان عدد ربما كامل وما كان احرز نتيجه ايجابيه افضل من الهلال، لانه ذهنيا كان افضل. اعتقد الهلال دخل في الشوط الثاني متحمس اكثر، كان في عدم تركيز. الهلال ايضا عنده لاعبين يلعبوا بنفس الطريقه اللي هم اللاعب نزار حامد واللاعب اكينجا، الاثنين لاعبين اللي يملكوا الكواليتي بتاعتهم، يمسكوا الكره ويحاولوا يغزلوا. اكينجا افضل لانه دائما اختراقاته جيده وتمريراته وهو جاري افضل. اللاعب نزار حامد حقيقه يمسك الكره كثير جدا، هذه ضد مصلحه الهلال، الهلال يعتمد على الكره نقلها بسرعه والتحول يمكن الكابتن ذكرها للهجوم، بطء الكره كثيرا. يعني لاعب واحد يمكن يعمل هذا الشيء، لكن لاعبين يعملوا بنفس الطريقه، هذا كان خطا كبير جدا في وسط الفريق الهلال اللي خلى انه المريخ بسهوله جدا يغطي كل الثغرات المطلوبه، ما عدا الكره اللي جاء منها الهدف سادومبا. لو رجعنا للهدف سادومبا وشاهدنا مره ثانيه حتشوف انه اللاعب باسكال اخرج الكره، الخطا جاء من وين؟ الخطا من زملائه اللي كان على اعتقد على يساره كان في لاعب نجم الدين، لم يطلعوا مع اللاعب في نفس الخط، لو كانوا طلعوا كان لاعب سادومبا يكون في اوف سايد. معنى ذلك انه حتى الاهداف جت، الهدفين جو من خطأين واضحين طبعا، لكن بشكل عام المريخ دفاعيا كان منظم اكثر. في بدايه حديثي في هذا الاستوديو قلت فريق هذه المباراه تعتمد على الانضباط التكتيكي الدفاعي، المريخ لعب دفاعيا افضل، طلع بنتيجه كبيره جدا في الراي الشخصي. الهلال لم يلعب بالتنظيم الدفاعي الجيد، الناحيه الهجوميه كانت هناك مشاكل، اعتقد انها نتيجه عادله ونقول للفريقين كل عام وانتم بخير. كابتن زكريا، يعني الحديث عن فريق المريخ وتبديلاته في الشوط الثاني كلها تبديلات دفاعيه، ومع ذلك وجدنا سيطره لفريق المريخ في اخر ربع ساعه، من اين جاءت هذه السيطره؟ والتبديلات يعني افضل ما فيها من وجهه نظرك كما يعني قام بها ريكاردو؟ طبعا ريكاردو التغيير الاولاني كان اضطراري لان كان في طرد، وبالتالي لما خرج عجب كان لازم ينزل لاعب عنده قدرات دفاعيه في وسط الملعب لانه هيلعب ناقص. وبعد كده فكر في مع مرور الوقت فكر في تغيير رؤوس الحرب على اساس ان هو المشكله الحقيقيه في الاداء الدفاعي، لانه عايز يطلع بالنتيجه 1-1، وبالتالي كانت تغييراته في رأسي الحربة الأفارقة، وبالتالي عمل تغييرات. وانت طلبت اولا كابتن هذه الحاله، يعني نزل ساني وسد دي كانت هجمه مرتده الحقيقه بيقودها ليما. يعني هنا برضو شوف الثقه بتاعه لاعبي المريخ في ان هم بيقطعوا الكوره وعندهم فرصه للهجمات المرتده كمان. ليما عمل هجمه مرتده ووصلت لركنيه، وده اتكررت مرتين او 3. ايضا كان في خطا للاعبي الهلال في فرصة كانت انفراد تام للمريخ من خطأ دفاعي من أحد المدافعين، مدافعي الهلال. هذه الفرصة كابتن، خطأ دفاعي جسيم كان ممكن يعرض الهلال لهدف. هنا الوضع بقى 2-1، والتسديدة بشماله جت جنب القائم. هنا فرصتين لأخطاء للاعبي الهلال. الحقيقة الهلال كان في إيده، احنا بنقول كان في دفاع المريخ كان قوي جدا، لكن الهلال الحقيقة كان عنده اللمسة قبل الأخيرة كانت غير سليمة. دي يمكن أشك في ضربة الجزاء لو كانت دي هل هي ضربة جزاء؟ أشك، بس يعني مش واضحة، والحكم أكيد كان بعيد مش شايفها كويس. دي ركنية أشك، يعني أنا بقول هو فيها شك لأن ما تعادتش من زوايا تانية أقرب. لكن الهلال عايز أقول إن هو ليه ما قدرش إن هو يحقق الفوز، لأن الحقيقة اللمسة الأخيرة أو اللي قبل الأخيرة كانت هي فيها المشكلة. يعني في هجمة يمكن في الدقيقة في الدقيقة 55 للهلال، ده نموذج
للاداء الهجومي للهلال في دقيقه 55. هتلاقي تمريرات الى ان تصل للجبهه اليمنى. الجبهه اليمنى لما جه يعمل الكره العرضيه هي دي التمريرات بيصل بيها الهلال للاداء الهجومي وبتتنقل. اعتقد التكمله بتاعتها جايز هي دي. المهم هو بيوصل لكره عرضيه. المفروض الكره العرضيه لما بتتلعب باتقان، لازم يكون عندي دقه في الكره العرضيه، لان الكره العرضيه هي اللي بيجي منها الهدف، وبالتالي اتلعبت بعدم دقه. دي اتكررت اكتر من مره بالنسبه للهلال، وبالتالي ما اتخلقش فرص كتير للهلال باستثناء الانفراد بتاع ساني اللي كان المفروض ان هو يجيبها. ولكن تفوق الاداء الدفاعي للمريخ اداله افضليه، الروح القتاليه ادت افضليه للمريخ، وده جزء مهم في كره القدم حتى لو انت بتلعب ناقص، لان انت ازاي بتضغط، ازاي بتقطع الكره، ازاي بتعمل هجمه مرتده. وبالتالي قدر ريكاردو ان هو يتعامل مع المباراه من بدايتها. لو تفتكر وقلت لك انه هيبدا بضغط ومحاوله لهجوم وكان افضل كما اتفقنا عليه افضل، الى ان وصل الى اخر المباراه في الحفاظ على النتيجه اللي بتديله نقطه في مشواره في المجموعه، لان دي نقطه هامه جدا، لان المفروض المباراه على ملعب الهلال. وبالتالي ادت افضليه للمريخ، وبالتالي استحق التعادل. تمام. كابتن مولود، يعني تحدثنا كثيرا عن ريكاردو واعطانا حقه احنا وكابتن رشيد وكابتن زكريا. ماذا عن جارزيتو؟ يعني اليوم اهم النقاط السلبيه التي وقع فيها جارزيتو المدير الفني لفريق الهلال في هذا اللقاء. بالنسبه لجارزيتو اليوم بالاجل الاشياء اللي وقع فيها، وخصوصا في الدور الدفاعي على مستوى وسط الملعب. لاعبين فريق الهلال اليوم كان يصعب عليهم انهم يرجعوا الكره بسهوله امام فريق لاعبين المريخ اللي كانوا خصوصا كما قلت لك بعد الطرد اصبحنا نشاهد لاعبين بتركيز عالي، بتنظيم دفاعي جيد في الدفاع ولا في الوسط، خصوصا في الشوط الثاني. لكن بالنسبه للاعبين وسط الملعب فريق الهلال اليوم كان بطيء جدا، خصوصا ما انه كان يلعب عرضي بشكل كبير. تحركات اللاعب الوحيد اللي كان يتحرك بشكل اكثر هو ابراهيم ساني، كان يعتمد على اللعب الفردي. هناك بالاضافه الى اللعب الفردي على بعض اللاعبين وسط الملعب فريق الهلال يعني كيعطي فرصه دائما الى رجوع لاعبين وسط الملعب المريخ والدفاع التمركز بشكل جيد، وبالتالي فكان المشكل الكبير هو بالنسبه لي فريق الهلال هو على مستوى وسط الملعب، البطء على مستوى التحول من وسط الملعب الى الهجوم. يعني العرضيات كانوا دائما كانوا سلبيين، وبالتالي عدم وجود فرص كثيره هو اللي ما اعطاش فرصه ان اللاعبين فريق الهلال انهم يسجلوا الفرص. لكن كما قلت لك اذا المهاجمين ما يحصلوش فرص كثيره اكيد انه يصعب عليه انه يسجل اهداف، وبالتالي باستثناء الفرصه اللي تم استغلالها من طرف المهاجمين الهلال واستطاعوا انهم يحصلوا على التعادل، وبالتالي فكان بطء كبير ومشكل كبير كان في وسط الملعب فريق الهلال. تمام كابتن رشيد، يعني اخر الحوار في هذه المباراه تحدثنا عن اهم النقاط الايجابيه لريكاردو وفريق المريخ، اهم النقاط السلبيه تحدث عنها كابتن مولود مزكر لجارزيتو، ولكن بالطبع اكيد اليوم هناك ايضا كلام عن نقاط ايجابيه لفريق الهلال رغم اداؤه الجيد والانتشار ويعني الاقصاء عليه في عدم الجديه في الاداء. اهم النقاط الايجابيه اليوم لفريق الهلال حتى في لم يخرج خاسرا. انت تلعب ب9 لاعبين مع فريق ربما هو يلعب بالزياده العدديه، يلعب بزياده عاديه، لكن الفريق اللي اللاعب ناقص قدم مباراه كبيره جدا، خلق فرص كبيره جدا، كان ممكن تطلع خاسر في هذه المباراه. اعتقد انه الهلال احصائيا اثبت انه لا يخسر، فبالتالي هذه الناحيه الايجابيه الوحيده، انه الهلال لم يخسر هذه المباراه، استطاع انه على الاقل يخرج بالتعادل. بالتالي الريكورد بتاعه في هذه البطوله استمر كما هو في انه يكسب او يتعادل ولكن لا يخسر. اعتقد انا في رايي الشخصي مع اداء واصرار اللاعب جارزيتو على لعب 3 مدافعين في عدم وجود لاعبي وسط بطريقه يعني تساهم في ذلك، لانه اللاعبين الموجودين كما ذكرت فيهم لاعبين يحتفظوا بالكره كثير، نزار وكينجا، وفي عمر بخيت اللي اصلا يلعب امام المدافعين، واللاعب مهند اللي تم معه اليوم احنا يمكن ما تكلمنا عنه، تم عزله لان المريخ يلعب جيدا. انا لعبت ضد المريخ كثير، لما تلعب ضدهم يعزلوا دائما افضل المفاتيح، عزلوا مهند الطاهر حتى عندما تحول الناحيه اليمنى عزلوه نهائيا. اعتقد انه نجاح للمدرب طبعا ريكاردو، ولكن اهم ذلك لما عندكم 4 لاعبين
في وسط الملعب تم عزلهم بطريقه او باخرى، او طريقه لعبهم، او الطريقه الدفاعيه. اعتقد هناك مشكله نادي الهلال. لابد المدرب الان اذا لعب مع المريخ مباراه رد مثلا، او مع فريق مثل المريخ انتر كلوب مثلا يلعب كره جيده جدا، كيف يستطيع ان يخلق ادخال لاعب في وسط ملعب الهلال يستطيع ان يغير من شكل نوعيه اللاعبين الموجودين حاليا في وسط الهلال. ثم ايضا التاكيد على انه دفاع الهلال يحتاج ستيل، طبعا حنتكلم من كم سنه حتى على بطوله تشامبيونز ليج انه الهلال دفاعيا محتاج الى ترميم كمان، ترميم كثير جدا، او طريقه لعب تختلف عن ما نشاهده الان. اذا مشاهدينا الكرام، نذكر في نهايه هذا الاستوديو التحليلي بنتائج مباريات اليوم التي اقيمت وانطلقت واذيعت عبر الجزيره الرياضيه في هذه البطوله الكونفدراليه الافريقيه. المباراه الاولى وهي المباراه التي جمعت الفريق دوغليبا مع فريق، واولا مباراه الهلال والمريخ انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، والمباراه الاخرى ايضا دوغليبا انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وترتيب فرق المجموعه على النحو التالي: الهلال في الصداره ب4 نقاط، المريخ بنفس الرصيد 4 نقاط، اهلي شندي وانتر كلوب اللذان سيلعبان غدا بمشيئه الله بدون رصيد من النقاط. مشاهدينا الكرام، بعد أقل من 5 دقائق سنبقى معكم وعبر هذه الشاشة، شاشة الجزيرة الرياضية بلسطين، والمباراة الأخرى الوداد الرياضي المغربي يستضيف الملعب المالي في المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية. في نهاية هذا الاستوديو التحليلي مشاهدينا الكرام نشكر ضيوفنا شكر مؤقت كابتن زكريا ناصف، ستبقى معنا طبعا بعد هذا الاستوديو في الاستوديو الآخر كابتن مولود مذكر، كابتن